المكان المخابرات الأمريكية. الهدف هدم كل الجيوش العربية. الوسيلة زرع العناصر التكفيرية. النتيجة تأمين الحدود الإسرائيلية. الهدف الأول هدم الجيش العراقي. الهدف الثاني هدم الجيش السوري. الهدف الثالث هدم الجيش المصري. النتيجة النهائية إبادة كاملة للعرب. الشيطان الامريكي حي بيفكر ازاي يقدر يهدمنا يفرقنا من غير ما يخسر، ازاي يقدر يقتلنا لقوتنا ووحدتنا يكسر من غير ما الرأي العام العالمي عليه يأثر. عاوزين الحجة اللي يحاربونا بيها قدام العالم يثبت اننا شوية همج عايشين في ارض الشرق الاوسط بنهدد امن اسرائيل، ومن عقيدتنا اننا نثبت ان فلسطين ارض عربية ومن اليهود اغتصبت. بس ازاي تقدر تسيطر على الوطن العربي مع انهم اكتر من 200 مليون مسلم ومسيحي كان وعدهم انهم يعيشوا مع بعض في سلام ويحموا ارضهم من كل عدو يحاربهم بدمهم يحموا ارضهم. يبقى لازم يفرق ما بيننا ومهما كان الثمن انشر مبادئ الاختلاف، مبادئ اتخلقت من عدم مسلم ومسيحي سني وشيعي، وساعتها يبدا الندم. على ارض السلام حطوا الالغام واحنا كنا اكبر لغم. الشيطان بيدور على نقط القوه فينا علشان يهدمها يكسرها وبكده نبقى انتهينا. عندنا جيوش قويه بتستمد القوه بينا، مو عارف لو دخل الحرب ضدنا النصر لينا. قدر يحول احسن ما فينا لاسوأ ما فينا، قدر يزرع شر ما بيننا بالكره يعمي عينينا. استخدم الدين ضدنا زرع التطرف فينا واحنا اتخدعنا للاسف غرقت بينا السفينه. مول التطرف بالفلوس وقوه والسلاح عكس الافكار جوانا، غير فينا فكره الكفاح كونوا جيوش تكفيريه والقاعده كانت المفتاح لنشر فكر غريب على ديننا والشيخ اتحول سفاح. القوه التكفيريه ما بيننا ابتدت تنشر سم باسم الدين، ابتدينا نشوف على اراضينا الدم. الشاب بيتذبح علشان دينه بقى متهم، والمغيبين ما بيننا باسم الدين ليهم تنضم. الشرق الاوسط الجديد العرب فيه زي العبيد. الشرق الاوسط الجديد شيطان بيقتل من بعيد. الشرق الاوسط الجديد بيحكمونا من حديد، الفتنه في ارضنا بتزيد خلونا مجتمع مريض. الشرق الاوسط الجديد فرق كل البلاد. الشرق الاوسط الجديد حلم ارض المعاد. الشرق الاوسط الجديد فرق العباد بين الدين والالحاد واسرائيل ليها امتداد. الشيطان الامريكي شف عينينا الهزيمه، العربي يحارب ضد العرب ويقتل اخ لينا. بدل الجهاد ما يكون على اسرائيل بقى على اراضينا، بيحاربوا جيوشنا يكفروهم واحنا نموت بايدينا. ضرب عصفورين بحجر شال من على اسرائيل خطر اننا نكون على قوه واحده وللقدس نحدد قدر. وفي نفس الوقت الجندي الامريكي دمه ما يروحش هدر، وبكده يقضي علينا يدخل اراضينا منتصر بجيوشه ينزل بالالغام يزرعها على الارض السلام. ومن النهارده مفيش من تاني عربي يحس بالامان، واستولى على الاراضي وعلى البترول وعليه الدم هان. ولو عرضت او قاومت يتنفذ فيك الاعدام. عراق سودان سوريا لبنان ينزل على اراضيها الاعلام. ومن النهارده لو انت عربي لازم تشعر بالالام، والخونه ما بيننا ابتدوا يظهروا ويدوهم الامان. وقواعد عسكريه اتزرعت على اراضينا في كل مكان، بقينا ارض الجهل والتخلف والرجعيه. تاريخ عظيم لكن حاضر ضعيف مليان همجيه، حرب في الدين حرب السياسه حتى الحرب النفسيه. وبقينا العالم الثالث ارض الجهل والعشوائيه. علوش صدام وبوش بغداد ارض المعارك، سقطت بغداد والشعب العراقي اتحط في المهالك. حرب السنه ضد الشيعه والعربي فيها هالك، وطبعا من غير اسرائيل اللي دمنا بيبارك. الخيانه بتشتغل على راسهم دوله قطر، اصغر من اصغر مدينه لكن بتسبب الخطر. قواعد عسكريه تخلي قوه اسرائيل حجر، بكراهه الجزيره الحقيره الفتنه بينا تنتشر. كانت سبب رئيسي في سقوط العاصمه بغداد، بتساند امريكا في تفتيشها النووي في البلاد. سوريا وطرابلس زرعوا فيها الفتنه في العباد، والجيوش العربيه اتقسمت والجند السوري مات. الشرق الاوسط الجديد العرب فيه زي العبيد. الشرق الاوسط الجديد شيطان بيقتل من بعيد. الشرق الاوسط الجديد بيحكمونا من حديد، الفتنه في ارضنا بتزيد خلونا مجتمع مريض. الشرق الاوسط الجديد فرق كل البلاد. الشرق الاوسط الجديد حلم ارض المعاد. الشرق الاوسط الجديد فرق العباد بين الدين والالحاد واسرائيل ليها امتداد. طب فين الحل ولا احنا خلاص مكتوب علينا الذل؟ ازاي تقدر تقاوم وقوتك تستغل؟ ازاي تقدر تتجمع تحت رايه تجيب الكل؟ ازاي تقدر تكون قوه منافسه تبقى البطل؟ عاوز تحارب تسترد حقوقك المنهوبه، كون قوه منظمه قوه كامله مش معيوبه. ولو بصيت هتلاقي جيش واحد فلت بالاعجوبه، خير اجناد الارض واسرائيل منه مرعوبه. انسوا الاختلاف في الدين والمله والمذهب، كونوا